مطار القاهرة متجهين إلى يلا بينا. كل حاجة خلصت في المطار بأسرع ما كنت أتخيل، الحمد لله. الحمد لله وصلنا على بيروت. احنا دلوقتي وصلنا مطار بيروت. حبايب قلبي الغاليين، احنا دلوقتي وصلنا على بيروت ورايحين دلوقتي نركب السيارة عشان نروح على الاوتيل. اول ما بتخرج من المطار بتشوف المنظر الجميل ده اهو، زي ما انت شايف كده، بتطلع تلاقي الجبال الجميلة بتاعت بيروت والمهلبية والدنيا الجميلة اهو. احنا دلوقتي ركبنا العربية ومتجهين الى الاوتيل. بلد جميلة زي ما انتم شايفين كده بيروت. لسه طبعا كل اللي احنا شايفينه ده ولا حاجة بالنسبة لجمال بيروت. كل حاجة هنصورها لكم. لسه صاحيين دلوقتي، الساعة دلوقتي 9 ببيروت. الجو اتغير خالص، الجو بقى ساقعة، فلبسنا جاكيت دلوقتي اهو، وفكينا فلوس دولار للبناني، ودلوقتي رايحين نمشي في الشارع نتفرج على الاجواء اللبنانيه ونتفرج ايه اللي موجود في الشوارع وفي المطاعم اللبناني، وهنصور لكم كل حاجه. احنا دلوقتي متجهين نشوف الاكل اللبناني والشوارع والاجواء اللبنانيه. دلوقتي نازلين في اسانسير بتاع الاوتيل اهو، يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده ده شارع الحمراء بتاع لبنان اهو. احنا دلوقتي جينا اشهر مطعم من المطاعم المشهوره في لبنان، مطعم اسمه بربر اهو. جينا كده نجرب الاكل بتاعهم هيكون عامل ازاي، ونشوف الكواليتي بتاعتهم زي عندنا زي مصر ولا الكواليتي اقل يعني ولا احسن ولا ايه. المطعم ده طبعا عنده كل حاجات، عنده كل الاكلات اللي انتوا تتخيلوها. عنده اسماك وعنده جمبري وعنده كل السلطات، عنده رز، عنده فراخ، عنده كل حاجه كل حاجه. جبنا سندوتش جمبري من عند بربر ب$7، ودلوقتي بنجرب السندوتش طعمه طبعا جامد جدا لان الاكل اللبناني فشيخ. النهارده تاني يوم لينا في لبنان، هنطلع دلوقتي نجرب الاكل الشعبي اللبناني. ماشي، نلبس كده ونظبط دنيتنا ونطلع نجرب الاكل الشعبي اللبناني. خلصت الايس كوفي بتاعي وطالع انطلق على الرحله اللي انا قلت لكم عليها. عايز اقول لكم في هنا حاجه انا مش فاهمها في لبنان خالص. الورق بتاعهم، العمله بتاعتهم، الارقام اللي مكتوبه في العمله ارقام كبيره قوي، بس انا مش عارف العمله دي بكام. يعني انا مش عارف الورق دوت قيمته قد ايه بالدولار، فالموضوع صعب قوي. يعني الرقم مكتوب عليه 100,000 200,000، تحس ان انا مليونير، بس تيجي تسأل يقول لك لا ده دي ما تجيبش كوبايه ميه حتى، فاهمني؟ فالموضوع صعب هنا شويه في لبنان، بس هنتعود. وبدات افهم ان الورقه دي ام 100,000 بدولار، يعني 100,000 ب50 جنيه. احنا دلوقتي فكينا الفلوس، تخيلوا كل دول $50. انا حاسس ان انا مليونير، دي فلوس كتيره قوي وارقام كبيره قوي. احنا مستنيين اوبر دلوقتي عشان رايحين اقدم واحسن مطعم في لبنان اسمه مطعم ابو حسن. ده بيعمل فول وفلافل هنا، بيعمل مشاوي، يعني حاجات عندنا زي مثلا البغل في مصر والحاجات دي كلها. هنستنى نشوف اوبر هيبقى عامل برضو ازاي، وهنروح برضو نصور في المطعم ونوريكم كل حاجه. يلا يا رجاله، احنا دلوقتي ركبنا اوبر اهو. اوبر هنا زي مصر بالظبط تقريبا. اوبر مختلف بس في دبي يعني، انما في مصر نفس العربيات، النيسان والهيوندا والحاجات دي كلها والام جي، نفس العربيات اللي بتبقى في مصر هي اللي موجوده في لبنان. ولكن برضو خلينا نقول ان الماتيريال بتاعت العربيات برضو هنا في لبنان مختلفه عن مصر تماما. يعني هنا الصالون بتاع النيسان صاني اللي احنا راكبينه
هو شبه الصالون بتاع النيسان صاني اللي في مصر، ولكن الكواليتي مختلفة خالص. عندنا تحس ان الكواليتي فبر قوي، ولكن هنا الكواليتي مختلفة شوية. عموما احنا رايحين دلوقتي لمطعم ابو حسن. انا في حاجة لاحظتها في لبنان، كل المناطق اللي بيبنوها او بيعملوا لها زي انشاءات، زي مثلا المبنى اللي انا هوريه لكم ده. يعني بصوا المبنى اللي فوق دوت، شايفين المبنى اللي هناك دوت. المبنى دوت كل اللي ملاحظه اي مباني بتتبني هنا في لبنان بيبقوا حاطين عليها زي قماش او حاجات كده عليها صورة حلوة، عشان ما يبقاش شكلها وحش. وهم يعني بالتكسير والترميم والحاجات دي بيبقوا عاملين لها شكل ديكوري كويس عشان يحافظوا على شكل المكان. نتمنى ذلك في مصر يحصل. دلوقتي وصلنا عند مطعم ابو حسن اهو. ده اشهر مطعم هنا بيعمل فلافل. خلينا نخش نجرب ونقول لكم. مطعم ابو حسن، قاعدين مستنيين الاكل. انا طلبت صحن فول وبيض. عايز اقول لكم ان الاكل غالي جدا في لبنان. يعني صحن الفول والبيض، صحن الفول ب$3. احنا عندنا صحن الفول بس في مصر اقل من كده بكتير. صحن الفول عندنا في مصر مثلا احسن حاجه ب20 جنيه 30 جنيه قول دولار. هنا صحن الفول ب$3. بس برضو بالنسبه للمدخول بتاعهم كويس. يعني هنا المدخول بتاعهم $700 $800. في ناس المدخول بتاعها $1500. فده كويس بالنسبه لهم. بس برضو كأن انت تيجي سياحه لبنان لازم يبقى معاك شويه فلوس. ابو حسن ده على فكره مطعم شعبي جدا في منطقه شعبيه، مش مطعم يعني اللي هو حاجه غاليه قوي زي المطاعم مثلا عندنا في القاهره في التجمع ومدينتي. لا، ده مطعم في منطقه شعبي خالص زي عين شمس والمطريه والحتت دي كلها، ولكن هي دي الاسعار في لبنان. ده الاكل. انا عرفت ليه الاكل غالي كده، عشان الكميات كبيره. عايز اقول لكم ان الكميات هنا في لبنان في كل حاجه في الاكل بطريقه بشعه قوي. انا برضه امبارح جبت سندوتش جمبري، سندوتش قد كده وجمبري محطوط قد كده. يعني الاكل اللي قدامي ده دلوقتي ياكل مثلا 4-5 معايا. اكل كتير قوي قوي قوي. والاكل دوت لو احنا مثلا جروب، بالنسبه ان الاكل ده كله ب$6 واحنا 3 كويس. بس الواحد لوحده والاكل ده ب$6 كتير طبعا، ولكن الاكل كويس. حلو قوي قوي. حاطين حمص على الفول وزيتون وحاجات طعمها حلوه قوي. جايبين زيتون وخيار كل حاجه ونعناع. مش عارف ليه حاطين نعناع، هسألهم بس حاطين نعناع مع الاكل كمان. انا بفكر ان انا ما اركبش اوبر واركب اللي هي الميكروباصات العامه زي اللي عندنا في مصر كده. عايز اشوف الميكروباصات عندهم عامله ازاي. يعني انا ركبت الاوبر وعرفت الاوبر هنا عامل ازاي زي مصر. خلينا نشوف الميكروباصات عامله ازاي بقى. لقيت الميكروباص ده، الميكروباص اللي بيروح الروشه بيبقى مكتوب عليه بحري من قدام. ممكن اشتغل معاه دلوقتي احملها له في 5 دقايق. احنا مصريين بعون الله نخرب الدنيا في اي حته. في السيرفيز يعني ليه مركبين كاميرا زي اللي هي محطوطه دي؟ صار مشكله معك او شيء، يعني لو حصل مشكله معاك تبقى الكاميرا دي مصوره او شيء او حدا نسي اجراءه. ايوه
والله فكره حلوه، يا ريت يعملوا الفكره دي عندنا في مصر. انت عارف احنا عندنا في مصر عندنا في مصر في مشاكل كتير قوي بتحصل وما انت نسيت اغراضك. شال حدا امبارح بالتيمان كمان ناسي اغراضه. ايوه يعني هون شافوها كيف شال المشي. ايوه والله انا الفكره دي عجبتني جدا. حاطين هنا عندهم في السيرفيز كاميرات عشان لو حد ناسي اغراضه حصلت مشكله. دلوقتي بنتمشى على كورنيش بتاع لبنان. منظر يعني مش يريح نفسك، يريح اعصابك ويريح كل حاجه في العالم. شايفين المنظر؟ شايفين؟ شايفين الجمال؟ لبنان كلها على البحر كده. احنا دلوقتي بنعمل مغامرة كده، نازلين من على جبل. الجبل ده قصاده الناحية التانية الروشة، صخرة الروشة المشهورة. بس النزلة صعبة جدا وعايزة باور رهيب، عايزة واحد بيتنطط. بص الجبل عامل ازاي. الموضوع عايز قوة. زي ما انتوا شايفين المنظر جميل جدا. لو ليك الشوق هجيب لك ابو الشوق. احنا دلوقتي طالعين على الاشرفيه مع ابو الشوق، هو قائد الدراجه البخاريه معانا. قال له لو امنك مدفونه لو كنت خاين. دلوقتي رايحين نشوف الاجواء الجميله وهنصور لكم كل حاجه. تحس ان انت في وسط البلد عندنا في مصر بالظبط، يعني مفيش اختلاف عن حاجه عنكم مسافات طويله. بالظبط، تروحوا مسافات بعيده. بس الفرق بين عنا وعنكم انه هون صار هلا من دقيقتين صرت بالاشرفيه. بس بمصر بدك ساعتين لتوصل يمكن للحته اللي انت رايح عليها، صح؟ بالظبط. بس هنا حاجه غريبه جدا في لبنان، تحس ان الكثافه السكانيه بتاعت الشعب اللبناني قليله. يعني احنا دلوقتي الساعه 10 الشوارع فاضيه. ايه مظبوط. هلا هونيك بتضلها مزدحمه. انما في مصر لحد الساعه 6 الصبح الناس راكبه فوق بعضها، لانه جو الليل غير جو النهار. بالظبط. يعني في عندك العالم اللي بتجي بالنهار غير بتجي اللي بالليل. بالظبط. مثل تركيا، بس انه مناطق ومناطق. فلذلك انا قررت ان انا هكون اول مصري يكسر. احنا دلوقتي وصلنا على الداون تاون بتاع بيروت اهو. ده الداون تاون. اول ما بتروح كده بتلاقي مكتوب I love بيروت، والمكان كده وانت داخل بتحس ان هو شوية فرنساوي يعني. دي حتة مصر كده واخدينها من قلعة صلاح الدين الايوبي ولا حاجة، بس المكان تحس ان هو تراث فرنسي. اصلا معظم لبنان تحس ان هي التراث بتاعها فرنسي شويه، انا بحسيت كده يعني. وهنا دي البراندات، الماركات زارا. دي دلوقتي الشوارع بتاعت الداون تاون. دي المحلات بتاعت البراندات كلها بتبقى هنا، كل دي محلات براندات اهو. وعندك كده تعدي الناحيه التانيه تلاقيهم كاتبين بيروت وعاملين اجواء جميله. الاجواء هنا جامده جدا، تحس ان انت هنا في دوله اوروبيه مش دوله عربيه. بصوا كده
انا اللي بسطني هنا، الحاجه اللي بسطاني جدا ان العدد قليل، مفيش زحمه كتير ومفيش عجقه والدنيا جميله يعني، الشوارع نضيفه. المباني دي شكلها عندنا زي وسط البلد في مصر كده، او كأنك دخلت بالظبط اركان بلازا مول. عاوز اشارككم منظر جميل قوي كده معايا. بصوا المسجد والكنيسه. لو بصينا كده هنلاقي هنا في مسجد اهو، الازرق ده مسجد وفوقيه الكنيسه، وده اكبر دليل على الوحده الوطنيه هنا في لبنان. مفيش حاجه هنا في لبنان اسمها ده مسلم وده مسيحي. ولو بصينا كده بنشوف الساعه اهي، شايفين الروعه، شايفين الجمال المعماري عامل ازاي. والله العظيم لبنان جميلة قوي، جنة جنة. صباح الفل، يوم النهاردة جديد. النهاردة هنروح نشوف صخرة الروشة بس بصورة مختلفة خالص بقى. واحد صديق ليا لبناني برنس هنا في لبنان اسمه ابو الشوق، احنا اصحاب من زمان جدا، فدعاني ان انا، قال لي لازم اعمل معاك الواجب. هو عنده بوت صغير، مركب صغير، قال لي لازم اعمل معاك الواجب واخليك تشوف صخرة الروشة بطريقة مختلفة. احنا دلوقتي هننزل له وهنروح نشوف صخرة الروشة بالطريقة المختلفة اللي هو قال لي عليها، وهنصور لكم كل حاجة. يلا بينا يلا بينا. ابو الشوق اهو، المعلم ابو الشوق اهو اهو. عارفين الطريق الى ايلات ده يبقى الطريق الى الروشه النهارده. يلا بينا يا فنان. دلوقتي متجهين عشان هناخد شويه كادرات كده من عند صخره الروشه الجميله اللي القائد بتاعها النهارده هيكون ابو الشوق. الشوق ابو الشوق الشوق. الحب 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 الحب. الله اكبر. احنا دلوقتي وصلنا على المكان اللي احنا هنطلع منه زي ما انتم شايفين كده، ولقينا حد ما شاء الله مصطاد شويه سمك حلوين ما شاء الله. ده نوع ايه؟ منور. من ايه؟ منورة. منور ما شاء الله. الله يوسع عليك يا رب. دي المركب اللي احنا هنطلع بيها اهو. احنا بدأنا نتحرك لصخرة الروشة. لأول مرة هنصور لكم صخرة الروشة بطريقة احترافية جدا، وبطريقة محدش، ناس كتيرة بتيجي على لبنان وما بتعملش الاكتيفيتي دي، رغم ان هي حاجة مهمة جدا وحاجة مريحة للأعصاب ومريحة للنفس، وبتشوف صخرة الروشة بشكل مختلف تماما عن ما انت بتشوفها من فوق من على البريدج من على الكوبري. مش بتشوف صخرة الروشة بس، لا انت بتشوف كمان المباني اللبنانية المعماري اللي معمولة بشكل حلو، وهتقدر تاخد صور بطريقة كويسة. صاحب المركب ده ابو الشوق طبعا، اخويا مش صاحبي. هسيب لكم الرقم بتاعه. لازم لما تيجوا على لبنان تعملوا التجربة دي، لان هي تجربة هتبقى مختلفة قوي في حد ذاتها. انا عن نفسي بدأنا نتحرك دلوقتي بالمركب، وحاسس ان انا مبسوط، وحاسس ان انا في انرجي، حاسس ان انا هعمل حاجة جديدة. زي ما انتم شايفين كده المناظر بتبقى كويسة، يعني مناظر جميلة قوي، وتقدر ان انت هتقدر تاخد. لسه كل ده ما اتحركناش، والمنظر بالجمال ده وبالحلاوة دي، ولسه كل ده ما اتحركناش. هنصور لكم كل حاجة، وهنسيب لكم رقم ابو الشوق عشان لما اي حد يجي على لبنان يقولوا ان هو جاي من طرفي وهيعمل له اوفر كويس. احنا دلوقتي رايحين عند اول حاجة مغارة الوطويط، هنصور لكم كل حاجة. ودي صخرة الروشة هناك، بس برضو مش ده الفيو اللي احنا عايزين نوريه لكم. دلوقتي احنا وصلنا عند مغارة الوطويط.
زي ما انتم شايفين كده احنا جوه مغاره الوطويط دلوقتي. لو انتوا دلوقتي بداتوا تسمعوا كده، اسمعوا كده كويس، هتلاقوا في صوت وطويط خفافيش بجد. اسمعوا كده شايفين الجمال وشايفين سبحان الله. صوت الوطويط عامله زي صوت الحداد اللي بيقطع في الحديد، هو ده الصوت بتاعه. احنا جوه المغاره اهو. احنا دلوقتي داخلين على تاني مغاره، اسمها مغاره ايه؟ الفقمه. اسمها مغاره الفقمه. بتنام جوا هي. مين الفقمه؟ زي ما انتم شايفين كده، جمال روعة. برضو كل ده واحنا لسه مش وريناكم كل حاجة. في اماكن جامدة جدا جدا جدا. احنا كده لسه بنبتدي المشوار. عايز اقول لكم ان انا يعني الحاجات اللي انا شفتها دي دلوقتي انا اكتفيت جدا. ما بالكم بقى انتوا لما تيجي تعملوا التجربة كلها وتعملوا الرحلة كلها، الموضوع مختلف تماما. وين انتوا صحيتوا فجأة؟ دلوقتي وصلنا عند صخرة الروشة، بس برضو الفيو اجمد من كده هنوريه لكم. دي صخرة الروشة، منظر في منتهى الروعة. اعتقد جزء من الجنة اتسرب على الارض هنا. انصح فعلا كل الناس ان هي تفصل وتيجي على لبنان وتيجي تتفرج على الجمال كله. تعالى على لبنان، استمتع بالطبيعة الجميلة اللي انت شايفها دي. خد لك حتة مركب زي ده جميل يوريك الطبيعة بجد عاملة ازاي. مش خسارة في المركب ده على فكرة، $50 ولا حاجة ولا حاجة. $50 بس هتشوف لبنان بصورة جميلة، وهتشوف الطبيعة بصورة حلوة جدا، وهيحصل لك مديتيشن، هتلاقي نفسك بقيت مرتاح نفسيا جدا. مش خسارة فيه.